يوصل للمستشفى؟ بص، انا دي مش اول مره، انا يعني جايه اصور، بس دي مش اول مره اجي المستشفى. ده بمجرد بس ان حد يروح لهم ويطمن عليهم ويشوفوه كده ويبتسموا في وشه، دي لوحدها كفايه. يعني مش هقول بقى لازم نروح نتبرع، لا طبعا، واللي قادر يتبرع يتبرع، لكن ده مجرد بس ان انت تيجي تزور الولاد دول، بجد هم محتاجين ان حد يجي يشوفهم ويبتسم بس في وشهم، وهم ربنا يا رب يشيل عنهم ويشفيهم ويعافيهم اللي هم فيه يعني. انا مبسوطه جدا هيله، وانا هطلع منها ان شاء الله مستفاده كتير. معايا زي ما قلت علي الحجار استاذنا يعني، ومعايا صفوت بينهم، استاذ صفوت بينهم طبعا غني عن التعريف. مبسوطه جدا، الناس دي كلها بتضيف لي، انا لسه في بدايه طريقي، ومبسوطه جدا بالناس ديت ان هي واثقه فيا ومؤمنه بيا وبموهبتي، وبشكرهم طبعا ليهم كل الشكر، وهم ليهم دور كبير قوي في وجودي. ومبسوطه يا رب دايما اقدر اكون موجوده وادي كل اللي اقدر اديه للفن برسالتي اللي انا مؤمنه بيها، من غير اي ما اتاثر باي حاجه او اي اتجاهات. زي ما بقابل في الحياه يعني، اللي انت لازم علشان يبقى عندك انتاج، او عشان تبقى تحت مظله، فانت لازم تمشي على سياسه حاجه معينه. معلش، انا لسه مصره ان انا بعمل فكري ورسالتي بامانه، حتى لو كان زي دلوقتي كده بمجهود ذاتي، او كلنا بمجهودات ذاتيه، من غير ولا فلوس ومن غير حاجه. ومبسوطه جدا بالتجربه.